انا النهارده جاي اقول لكم عن اعظم 10 شخصيات في تاريخ الافلام والمسلسلات من حيث القوه والكاريزما. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. في المركز العاشر واول شخصيه معانا هي شخصيه نيجان، والشخصيه دي من مسلسل ذا ووكينج ديد. ظهرت في اخر الموسم السادس من المسلسل، وحرفيا من ساعتها هي اللي شايله المسلسل ده. شخصيه عنيفه جدا وكنا في الاول كلنا بنكرهها. من غير حرق يعني، اول ما ظهرت الشخصيه دي في المسلسل كانت صدمه كبيره جدا، بس بعد كده واحده واحده بدانا نفهم الشخصيه دي وليه بتعمل التصرفات دي، وبدانا نحب الشخصيه دي جدا ونتعلق بالكاريزما بتاعتها. التحولات الكتير بتاعت الشخصيه دي والتمثيل بتاع الممثل ذات نفسه هي اللي خلت الشخصيه دي بالقوه دي. وتقييمي للشخصيه دي هي 8 من 10. بعد كده في المركز التاسع شخصيه ذا بانشر. بصوا، هو انا ما كنتش عايز احط سوبر هيروز في القايمه دي، وفعلا دي تعتبر الشخصيه الوحيده اللي معانا اللي سوبر هيرو، بس ازاي يا جدعان ما احطش الشخصيه اللي بالقوه والكاريزما دي؟ حرفيا شخصيه جباره ومبنيه كويس جدا، وبالمناسبه هي مقابل بتاع شخصيه باتمان في عالم مارفل. بس تخيل معايا كده لو باتمان كان بيقتل. الشخصيه دي ظهرت في مسلسل ذا ريد ديفل وليها مسلسل خاص بيها، وتقييمي للشخصيه دي برده هو 8 من 10. بعد كده في المركز الثامن شخصيه ريك، وبنشوف قد ايه ان الشخصيه دي قادره ان هي تعمل اي حاجه في صالح الجماعه بتاعته. حرفيا شخصيه قويه جدا وتعلقنا بيها على مدار 11 موسم من مسلسل ذا ووكينج ديد، وتقييمي للشخصيه دي هو 8.5 من 10. بعد كده نروح على المركز السابع وشخصيه شارلوك هولمز. انا فاكر ان انا وقت ما اتفرجت على المسلسل ده تقريبا من 8 سنين كده، من كتر توحدي بالشخصيه دي فضلت اقلد الحركات بتاعتها وحسيت انها ذكي جدا بنفس ذكاء الشخصيه. المهم ان الشخصيه دي مبنيه كويس جدا وجذابه جدا ومخليانا متحمسين جدا للمسلسل، وتمثيل المسلسل بيندكت حاجه ده اقوى حاجه في الشخصيه. وتقييمي للشخصيه دي هي 8.5 من 10. بعد كده نيجي للمركز السادس وشخصيه ديكستر مورجان. من كتر حبي للشخصيه دي انا عايز احطها في المراكز الاولانيه، بس للاسف اللي جايين عتاوله ومش هقدر احطهم في مركز غير اللي هم فيه. تخيل معايا كده ان دي شخصيه سايكوباتيه وقتلت في المسلسل فوق ال 100 شخص، فانا مش قادر افهم ازاي اتبنت بالطريقه العبقريه دي اللي خلتنا نحبها جدا ونتعاطف معاها بصوره كبيره. لا ومش كده وبس، ده احنا عايزينها تقتل اكتر بكتير من اللي هي قتلته. حرفيا مبنيه بطريقه خرافيه، والسيناريوهات نفسها بتاعت المسلسل تحفه. وبالمناسبه المسلسل ده ما فيهوش دقيقه ملل واحده، والفكره بتاعت ان الشخصيه دي بتكلم نفسها في المسلسل واحنا بنسمع الكلام ده برده خرافيه. وتقييمي لشخصيه ديكستر مورجان هي 9 من 10. بعد كده نخش على التوب 5 وافضل 5 شخصيات شفتها في الافلام والمسلسلات. في المركز الخامس شخصيه توماس شيلبي. شخصيه حرفيا كاريزمتها وطريقه كلامها وكل حاجه فيها توب، وفيها عادات كتير بتميز الشخصيه دي زي طريقه شربها للسجاير الكتير جدا وحاجات كتير قوي، والاحداث اللي بتوضح لنا التفاصيل بتاعه الشخصيه خرافيه. كل حاجه بيرفكت بصراحه، بالذات علاقه الشخصيه دي مع اخوها ارثر شيلبي. وتقييمي للشخصيه دي هو 9 من 10. في المركز الرابع بقى شخصيه والتر وايت. حرفيا فانز بريكنج باد هيفشخوني بسبب اللي انا مش حاطه توب 3، وربنا يستر على الديسلايك اللي هيجي على الفيديو ده. فكره ان انت تخلي لي استاذ كيمياء طول حياته ماشي جنب الحيط يكون اشهر تاجر مخدرات في امريكا دي مش بسيطه يا جماعه. حرفيا المسلسل بالنسبه لي كله تحفه فنيه، وتكوين الشخصيات اللي فيه كلها خرافيه، وبالنسبه لي من افضل المسلسلات في التاريخ. وتقييمي للشخصيه دي هو 9.5 من 10. نخش بعد كده على الشخصيه اللي في المركز الثالث وهي شخصيه الجوكر. اكتر شخصيه مختلفه ومبنيه في الكوميكس بطريقه تحفه، بس برضه يظل السؤال هو انا قصدي على انه جوكر فيهم. بص، هو على عكس كل التوقعات انا اكتر جوكر محبب بالنسبه لي هو جوكر خواكين فينيكس. طبعا الجوكر بتاع هيث ليدجر خرافي، بس بالنسبه لي خواكين فينيكس هو انسب لتأدية الدور ده، وده هيبان اكتر في الافلام اللي جايه اللي خواكين فينيكس هيعملها. حرفيا يا جماعه الممثل ذات نفسه اصلا بالنسبه لي سايكوباتي. انا فاكر قبل كده ان انا سمعت قصه ليها علاقه بموت اخوه قدام عينه، فبصراحه شايف ان هو اكتر شخص مناسب للدور ده. وتقييمي لشخصيه الجوكر بتاعت خواكين فينيكس هي 9.5 من 10. نيجي بقى للمركز الثاني والاختيار اللي هيخلي ناس كتير جدا تشتمني. انت ازاي تحط ده قبل والتر وايت، وازاي تحط ده قبل الجوكر، وازاي تحط ده قبل توماس شيلبي؟ يا جماعه انا الشخصيه دي متعلق بيها بصوره كبيره جدا، وبالنسبه لي اكتر من كل دول، وهي شخصيه راجنر روسر بروك من مسلسل فايكنجز. دول ان انا ما ينفعش احطه مركز اول علشان اللي في المركز الاول حرفيا عنتيل، بس انا حطه مركز تاني وانا مستريح جدا. بجد شخصيه خرافيه من اول حلقه لحد اخر حلقه. بالنسبه لي مسلسل فايكنجز نجح بسبب الشخصيه دي. حرفيا لولاها ما كناش سمعنا عن المسلسل ده اي حاجه، وده ظهر في الاجزاء اللي بعد كده. انا عامه مش هحرق عليكم، بس تقييمي للشخصيه دي هي 10 من 10. بعد كده بقى نيجي على المركز الاول والكينج. حرفيا جاد فوزر بتاع القايمه. لا هو جاد فوزر عامه. حرفيا ما شفتش عظمه وتمثيل وكاريزما ورهبه وكل حاجه. تقييمي للشخصيه دي هي ان هي فوق التقييم. وفي الاخر يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل جديد بعمله. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.